مش عارفة اقول لكم يا صباح الفل ولا يا مساء الفل، لان التوقيت عندي متلخبط خالص. انا صاحية دلوقتي الساعة 4، صاحية الفجر، او ممكن تقولوا ما نمتش غير ساعتين. مش عارفة، عندي ارق. انا رجعت الحمد لله بيتي بالسلامة، ودوت قعدت يومين كمان، ودوت تالت يوم من رجوعي. ومش عارفة انا من ساعة ما انا رجعت وانا مش عارفة انظم نومي خالص. المهم فضلت قاعدة في البلكونة لحد ما النهار كده شقشق، ودخلت بقى صليت، ودخلت عملت الفطار بتاعي علشان اسيبه. الفطار دوت هسيبه لمدة ساعتين، وهفطر بقى بعد ساعتين. اول حاجة كده انا حطيت بذور، معلقتين صغيرين من بذور الشيا، وكوباية زبادي، وعليها شوية لبن صغيرين، وهقلب كل ده مع بعض، وهسيبها لمدة ساعتين في التلاجة علشان بذور الشيا تفنش كده مع الزبادي وتتقل معايا وتكون جاهزة. هتستغربوا طبعا من فطاري. انا بجد الايام اللي فاتت دي انا لخبطت لخبطة وحشة جدا، وعايزة بقى ابتدي اعمل دايت من جديد، واكل اكل صحي، واهتم بقى بصحتي. وكمان يعني بيني وبينكم انا يعني اللبس يعني بقى ضيق، مش ضيق يعني، انتوا عارفين اللي انا بقيت بلبس لبس واسع وكده. والحمد لله يعني لبسي اتغير كتير عن الاول. بس انا اكيد تخنت يعني لخبطت بقالي فترة كبيرة جدا ملخبطة. فهحاول واحدة واحدة كده اللي انا ارجع تاني، وعايزة انزل جيم بقى. خلاص كده احنا رجعنا صيفنا وعملنا اللي علينا، وهنبتدي بقى نهتم بنفسنا وبصحتنا وبشكلنا. المهم بس عايزاكم تدعولي ان انا ابقى قد كلامي، وان انا اخد الخطوة دي، لان الخطوة دي كل يوم بقعد اقول بكرة بكرة وبتيجي بصعوبة. بس انا هحاول باذن الله اللي انا استعجل فيها يعني. المهم سبت بقى بذور الشاي ساعتين ونفشت وبقت حلوة تمام. حطيت بقى شوية كده شوفان اللي هو اسمه جرانولا، وكمان قطعت عليه موزتين كده، وحطيت شوية عسل علشان طبعا يبقى طعمه حلو. انا معرفش اكل الزبادي بدون عسل او مربى. وبس ده فطاري النهارده، وبجد انا ما كملتهوش، كلت نص الطبق، وبجد كان مشبع جدا، وتحسي ان بذور الشيا نفشت كده في معدتك. جبت بقى شويه مشتريات من جمله ماركت كانت ناقصاني، وفي حاجات اصلا جبتها وانا مش محتاجاها، وكمان في حاجات نسيتها اجيبها، فكان في عندي كده شويه لخبطه. المهم جبت جيلي وجيلاتين، لان انا بحب الجيلي جدا وبقعد اعمل بيه وصفات حلوه كده. وجبت كمان لبن بودرة سايب، انا اول مرة اجربه بس ما عجبنيش بصراحة، من جملة ماركت. وجبت كمان كريم شانتيه، وجبت شوفان لوازم الدايت زي ما انتم عارفين. شجعوني بقى بالله عليكم بقى في الكومنت. جبت بقى شوية حاجات كده لوازم البيت، ما كترتش بصراحة، جبت حاجات صغننة تمشيني لحد ما اعمل بقى اللي هو الجرد بتاع البيت دوت بقى، لان انا ناسية طبعا في ايه ومفيش ايه، لحد ما ننزل بقى الاسبوع الجاي. المهم بقى جبت صفقة مخللات كده بجد، انما ايه حكاية. جبت بصل اللي هو الصغنن ده، وجبت قرنبيط، وكمان جبت زيتون كده معمول بخلطة كده حلو جدا. كنت اول مرة اجربه بس عجبني. عايزة ارغي معاكم شوية كده وانا بفضل مخلل. عايزة اقول لكم ان انا بعد ما رجعت مش عارفة بجد، تحس ان انا ما عنديش حماس خالص ان انا اعمل اي حاجة، وزهقانة وملانة، وحاسة ان انا مخنوقة، ويعني مش عارفة هو انتوا زي كده ولا يعني في حد بيحس نفس الاحساس اللي عندي ده؟ يعني بعد ما بترجعوا من المصيف وكده بتبقوا فاقدين كل حاجة، وبتبقوا مأنتخين كده، ما عندكوش طاقة تقوموا تعملوا اي حاجة، وزهقانين وملين. يعني انا حتى مكسوفة ان انا اقول مثلا احدهم لجوزي، يعني اقول له ان انا زهقانة او مخنوقة او متضايقة، ما مش هيبقى ليا عين بصراحة. فقولوا لي لو انتوا بتمروا يعني بالاحاسيس اللي عندي دي وزي وكده، اكتبوا لي قولوا لي بتعملوا ايه، او بتطلعوا نفسكم ازاي، او قولوا لي اللي انا عايزة بجد اعمل اي حاجة تطلعني من الجو ده. استناكم بقى في الانستجرام، انا بنزل على فكرة حاجات فيه حلوة جدا، حاجات مختلفة عن هنا، مش بنزلها هنا، وبنزل حاجات هناك مختلفة، وكمان هناك بنبقى قريبين ونتكلم ونرغي مع بعض براحتنا. فهسيب لكم اللينك بتاعي في اول كومنت مثبت، يا ريت تنوروني هناك، وعايزة اروح هناك بقى الاقيكم ايه موجودين هناك، وانا مستنياكم على فكرة. المهم بقى انا عايزة اقول لكم صفقة المخلل دي خطيرة خطيرة خطيرة. الجزر ده بجد عجبني جدا، واول حاجة تقريبا خلصت لانه مش حادق والملح بتاعه مظبوط. بصوا بقى انا قلت له انا عايزة مخلل بس بدون مية، وحط لي مية لوحدها في كيس، علشان ايه؟ انا برضو قلت ما يضحكش عليا، يحط لي المخلل معاه ميته ويوزنهولي بقى،
لا، انا قلت له صفي لي الميه خالص وهات لي شويه ميه في كيس لوحده علشان احطه بقى معاه في العلبه كده وما ينشفش. ايوه، ما انا اختكم ذكيه برضه. عايزه اقول لكم بس حاجه عن الانستجرام. انا هناك على فكره ممكن نرغي مع بعض، ولو حد عنده مشكله او عايز يتكلم في اي حاجه، وكمان انا ساعات ببقى عايزه اتكلم معاكم بس ببقى مش عارفه. فهناك احنا بنبقى قريبين من بعض اكتر، فاللي عنده مشكله او اللي حابب اللي هو يتكلم معايا يا ريت يتكلم معايا ويبعت لي مشكلته، ويصدقني مشكلتك هتبقى في سرية تامة، وهنتكلم وهنحلها مع بعض. وكمان انا ساعات بيبقى عندي مشاكل وحوارات ببقى عايزة اتكلم مع حد بصراحة، فهتكلم معاكم بإذن الله، بس هناك مش هنا. ها. المهم بقى بعد ما رصيت مشترياتي وشلت المخلل وشلت كل حاجه مكانها، قمت كده بقى اخدت اوضه الليفنج، لان انا كنت سايبه الشقه نظيفه ما كانش فيها اي حاجه، وكنت قافله الشقه كويس والبلاك اوت وكده. بس طبعا هي كانت محتاجه تنظيفه كده من فوق الوش، بس انا قلت واحده واحده انضفها تنظيفه عميقه، وهجر بقى الكنب والانتريه وكله بقى، وهنشتري ستاير وكده. انا عملت اوضه الليفنج كلها وشلت الكنبه والستاير وكده، بس بصراحه ما صورتش معاكم لان الجو حر جدا، وانتوا عارفين الواحده يعني لما بتروق بتبقى قاعده براحتها. تعالوا بقى نعمل احلى كيكه بصوص الشوكولاته، بجد طعمها خطير وهشه جدا. بصي يا ست البنات، هنجيب كوبايه لبن، كوبايه سكر، كوبايه دقيق، كوبايه الا ربع زيت، ونص كوبايه كاكاو خام، وحبايتين من البيض، وحدايتين يعني من البيض. اول حاجه هنجيب الخلاط ونحط عليه نص كوبايه الكاكاو، وكوبايه الا ربع زيت، وكوبايه السكر، وكوبايه اللبن، ونضرب كل ده مع بعض. نضربهم كويس جدا لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، وكل حاجه تدوب مع بعضها، الكاكاو والسكر والزيت. وهنشيل كوبايه من المكون ده على جنب. بعد كده نجيب الخلاط تاني ونحط البيضتين. انا بكسر بيضه بيضه علشان ساعات بيبقى فيه بيض مش كويس، بيبقى مش سليم يعني، فالبيض كله اللي معايا ما يبص. وهنزل بقى بشويه فانيليا كده صغيرين، ومعلقه صغيره من الخل، وذره ملح، وهبتدي اضرب كل ده مع بعض. وفي طبق تاني هجيب الدقيق وهنخله كويس جدا. انا ما عنديش بصراحه منخل الدقيق فاتصرفت، نخلت الدقيق كده في الطبق زي ما انتم شايفين. وهنزل بقى بالخليط اللي احنا عملناه، ونص باكت من البيكنج باودر. اهم حاجة اللي تمشي على الخطوات دي بجد هتطلع معاكي هشة واسفنجية وجميلة جدا. هنحط نص كيس البيكنج باودر، يعني بالتقريب معلقة وربع كده، معلقة ونص من البيكنج باودر. عايزه اقولك ان الكيكه دي بجد طعمها خطير وتحفه، ولازم تمشي على المقادير مظبوطه، بجد هتطلع معاكي هشه وجميله. كيكه بصوص الشوكولاته اسمها جاتو شاتو، سميها زي ما انت عايزه. وكمان انا بدات فيها من بدري قبل الغدا، علشان كل ما بتقعد اكتر في التلاجة كل ما بتبقى احلى، ويا سلام لو بيتيها ليله. المهم نخلت خلاص الدقيق ونزلت عليه بالمكونات اللي انا ضربتها في الخلاط، بالبيض بالكله، بصوص الكاكاو كله. عايزه اقول لكم بجد ان الكيكه والله بجد طلعت خطيره وطعمها تحفه، وكمان اديت الجيران منها وعجبتهم قوي. انا جنبي الشقه اللي جنبي على طول في ست كبيره كده قاعده لوحدها، وولادها مش قاعدين معاها، وكل فتره بييجوا يشقوا عليها بصراحه، وانا كل يوم والتاني بخبط عليها وبسأل عليها وبشق عليها كمان، بشوفها لو محتاجة حاجة. فانا قلت ان مادام انا عملت حاجة حلوة اما ادوقها لها، وانا بعتبرها يعني زي والدتي وكده، وربنا يديها الصحة وطولة العمر. الخطوة دي بقى مهمة، لازم تقلبيها كويس وتدوبي الدقيق علشان ما يبقاش في اي تكتلات. لازم تقلبيها كويس جدا وتتأكدي ان هي الدقيق دايب كويس جدا مع بعضه. المهم جبت صينيه بقى، المهم متبقاش صينيه كبيره، يعني على حسب المقادير اللي انت عاملاها. دي مش صينيه كبيره، دي صينيه وسط. حطيت بقى دهنتها كده شويه زيت، وكمان ابتديت انزل بالخليط كله. الخليط بجد قوامه كده ممتاز، حلو قوي. عايزاكم بقى لو وصلتوا معايا للمرحله دي ما تنسوش اللايك والاشتراك الحلو بتاعكم، وتكتبوا لي كومنت حلو يشجعني ان انا انزل فيديوهات اكتر. بحاول بقى على قد ما اقدر ان انا اوزعها كلها في الصينيه، وخبطتها خبطتين كده في الرخامه عشان اتاكد ان كل حاجه ان الصينيه اتملت يعني من الخليط.
وهي طلعت اهي من الفرن، ما خدتش بالظبط ربع ساعة واستوت، ما بتاخدش وقت خالص. وبعد ما تبرد تماما، الخطوة دي مهمة، بعد ما تطلعيها وتبرد تماما، لازم تبرد تماما، تجيبي نص كوباية لبن عادي من التلاجة وتسقي الكيكة بدون اي اضافات، بدون سكر، بدون فانيليا، بدون اي اضافات. وهبتدي اللي انا اسقي اللبن كده بنص كوباية لبن. لازم تكون لما تسقيها تحطي ايدك عليها كده، تبقى تحسيها مبلولة، يعني لازم كده تحسي ان الكيكة مبلولة كده، تبقى اتشربت تمام. سيبيها بقى في التلاجة، بيتيها بقى ليلة ليلتين زي ما هي كده، بتبقى بجد طعمها خطير. وكل ما تشرب اللبن اكتر وكل ما بتقعد في التلاجة بتحس ان هي نفشت وهشة جدا من جوه. عملت بقى كريم شانتيه كده وكنت حطاه في التلاجة على ما الكيكة تبرد، وهو اهو اتمسك معايا وبقى تقيل وبقى حلو. هبتدي ان انا اوزعها بالشكل ده، وبجد الكيكة والله بجد طعمها حلو قوي. وبعد بقى ما وزعت الكريم شانتيه بالشكل ده، هنزل عليه بقى بصوص الشوكولاتة اللي احنا شلناه في البداية خالص، اللي احنا شلنا منه الكوباية، وهبتدي بقى اوزعه. عايزه اقول لكم ان قوام الصوص حلو قوي، لان سيبناه في التلاجة شويه لحد ما نخلص بقيه المقادير. وابتديت بقى ان انا اجيب اللي هو العصيان بتاعه السوشي او شوكة او اي حاجه، وابتديت اللي انا اعمل لها شكل بالشكل ده. بس طبعا ما اتكتش جامد، انا مش لامسه خالص الكيكه، انا بعملها بس على الهامش كده من فوق الوش، وادت بجد شكل رخامي، وكانت شكلها تحفه 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 بجد. في الحقيقة اصلا احسن بكتير من الصورة، يعني الفيديو ظالمها والله بجد. كانت شكلها عامل زي الرخامي كده، وكانت شكلها حلو قوي. ابتديت بقى ان انا اقطعها علشان اطمن واقول لكم النتيجة. انا عارفه اللي انتوا هتقولوا لي الدايت فين، عشان في بدايه الفيديو كنت عماله اقول لكم اللي انا عايزه اعمل دايت دايت دايت. المهم والله انا ما اكلتش منها اصلا غير القطعه واحده والدوقان اللي انا دقته ده بس. يعني هو الدايت يا جماعه يعني مش حرمان اكيد يعني. فدقتها من نفسي بجد، طلعت طعمها تحفه وهشه قوي بطريقه، واللبن كمان مش باين فيها، هو بس اداها هيشان كده. لا لا بجد فظيعة. ايه هياشين دي؟ اداها هشاشة كده، انتوا عارفين، نفخها كده والله كانت حلوة قوي. المهم بقى حطيتها في التلاجة تهدى، وكان عندي بقى شوية غسيل بقى. طبعا انتوا بعد ما بنيجي غسيل وتنظيف وتنظيف وغسيل، هبتدي بقى ان انا اطبق الغسيل كده معاكم. ايوه انا افتكرت حاجه كنت عايزه اقولها لكم يا جماعه. انا لما بروح مصيف او بروح بتعرض للشمس او للبحر، للشمس والبحر مع بعض، انا ايدي ورجلي واي حته مثلا باينه، وشي ايا كان الحته اللي باينه مثلا مش ما بتبقاش عليها هدوم، يعني كف ايدي، رجلي، وشي، رقبتي، لو انا لابسه التربون بتاع المايو مثلا، كل ده بيورم وبيتأثر جدا بالمية والشمس، بيورم وبتحس اللي هو من تحت الجلد كده عامل مية. انا بحط كريم وكده، وبحط سان بلوك، وبحط كمان كريم معالج اللي انا كنت مرهولكم قبل كده في القناة، هو بيعالجني وكده. بس بتتعبني بصراحة، وانا عايزة علاج. انا مش عارفة بقى اروح لدكتور جلدية هل هيديني علاج يخلص الحكاية دي ولا ايه.
فانا مش عارفة بصراحة، انا الموضوع ده بيضايقني وبيتعبني وانا لحد دلوقتي عمالة اعالج في بشرتي. فانتوا لو عندكم حل ياريت تقولولي. عملت بقى الغدا، الكفتة دي بجد حلوة جدا. انا مش هحط لكم الوصفة، هسيبها لكم في القناة التانية لان انا عندي قناة طبخ، فهسيبها لكم في اول تعليق مثبت. ياريت تدخلوا وتقولولي اللي احنا جينا اهو واثبتوا وجودكم. عايزة اقول لكم بقى ان ماركة العطار دي بجد خطيرة، من احسن الماركات، احسن من رويال واحسن من ازيس واحسن من حاجات كتير قوي. بجد الرمان بتاعه طعمه خطير تحفة، والشاي الاخضر وكمان الكركديه. لا، احسن ماركة بجد هي العطار، جربوها بجد مش هتندموا. دوت رمان بجد طعمه خطير. حطيت بس نص معلقة من السكر، قلت ان انا اداري بقى ولا عالج المصيبة اللي انا كنت عاملاها من شوية دي، وشربت كده كركديه سخن وبجد طلع طعمه خطير. وده يكون الفيديو بتاعنا خلاص خلص. يا رب يعجبكم وما كنتش طولت عليكم واكون ضيفة خفيفة على قلوبكم، وهستنى رأيكم في الكومنتات. باي باي.